بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشوني كتير. يا رب دايما تبقوا بخير وسعادة. النهارده حبيت اعمل الفيديو على ازاي لو اي يوتيوب ما لسه مبتدئ او محتاجة برامج تشتغل عليها على القناة. فازاي تنزل البرامج دي وتشتغل عليها. هقول لكم البرامج اللي بستخدمها بحيث انها يعني تشتغل عليها على قناتها. تكون برامج سهلة وبسيطة في استخدامها. فنسمي بسم الله. وأول برنامج طبعا بننزله على القناة استوديو اليوتيوب. استوديو اليوتيوب بيبقى خاص بالقناة بتاعتنا، شامل كل إحصاءات القناة. في كل حاجة من مشاهدات، من مشتركين، تعليقات، خاص بالقناة. لما نيجي نحمله نشوف الحساب اللي هو فاتحين عليه القناة بيبقى نفس الحساب، ما نروحش على حساب تاني. ده أول برنامج بننزله. تاني برنامج برضه بنبقى محتاجينه هو برنامج تحليل الفيديو الذكي. فيه برامج طبعا كتيرة، بس أنا النهاردة قلت أقول لكم البرامج السهلة. ده برنامج تحليل الفيديو الذكي. بيبقى فيه دمج للفيديو، بيبقى فيه قص، استخراج الصوت، تغيير الصوت، في حاجات شاملة كتيرة. طبعا دمج الفيديو لما بنيجي بنصور الفيديو طبعا. بنعمل جمع للفيديوهات اللي احنا مصورينها أجزاء منها، وبنعمل جمع وممكن يتغير الصوت. يعني ده برنامج حلو جدا برضه. تالت برنامج للمونتاج وهو برنامج أنشوت. طبعا برنامج أنشوت حلو جدا، وفي برامج كتيرة للمونتاج، بس أنا قلت يعني في برامج الواحد لما يحب يستخدمها، وخصوصا لو لسه قناة لسه مبتدئة. ده خاص بالمونتاج، صور فيديوهات، أو نعمل منه صور مصغرة. رابع برنامج معانا اللي هو صنع الصور المصغرة. لو حابين نعمل صور مصغرة الفيديو عندنا بحيث انها تجذب المشاهدين. كمان لو حابين نصنع غلاف، ده بيبقى حلو جدا بالنسبة للصور المصغرة. خامس برنامج اللي هو تسجيل الشاشة أو تسجيل شاشة الفيديو. ده أنا بستخدمه، ده برضو سهل. خامس حاجة برنامج المترجم. برنامج المترجم ده حلو جدا. يعني لو حبينا نعمل نموذج الضرائب الأمريكية أو نعمل حساب أسهم، فبنبقى محتاجينه بحيث إن نحول المعلومات من اللغة العربية للغة الإنجليزية. في برامج تانية كتيرة، بس أنا النهاردة حبيت أقول لكم يعني أسهل برامج في استخداماتها. كمان في برنامج إطارات الصور. ده لو حابين نعمل صور مصغرة، في أشكال كتيرة جدا. ليه حابين نعمل صور مصغرة للفيديو، يبقى هما 7 برامج بنحملهم عن طريق تطبيق جوجل كروم. أول حاجة استوديو اليوتيوب. تاني حاجة برنامج تحليل الفيديو الذكي. تالت حاجة برنامج أنشوت. رابع حاجة صنع الصور المصغرة. خامس حاجة برنامج تسجيل شاشة الفيديو. سادس حاجة إطارات الصورة. سابع حاجة المترجم، وبرنامج أنشوت للمونتاج. بتمنى الفيديو يعجبكم، ومع السلامة. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، ومستنية تعليقاتكم. مع السلامة.